بتشيل من البنطلون بتاعي زي البسكوت واقسم بالله دماغي تحت ورجلي فوق. لا معايا واحد يقف في ظهري ولا معايا مسؤول ولا انا بنت مسؤول. انا لو بنت مسؤول هيتعمل فيا كده؟ ان يونس عبد الرازق قاعد، البلد كلها قاعده، انا هتعمل فيها كده ليه؟ عشان انا بنت راجل غلبان. انا بنت ناس، انا متعلمه على فكره والله ومعايا شهادات ومحترمه عادي وفي حالي، ما عملتش مشاكل، ما بعملش مشاكل مع حد. ما بعملش انا مشاكل مع حد عشان ده كله يحصل فيا وفي اهلي، عشان احنا ابويا غلبان يحصل فيا كده. استاذين بابويا ليه؟ ما هو بني ادم، ده ربنا كرم الانسان، البني ادم يقل من البني ادم ليه؟ والله العظيم حمد ربنا انا طلعت قبل كده اشتكيت لحد؟ لا والله ما حدش كان يعرف عني حاجه، وكنت من يعني ما حدش يعرف اللي انا فيه ولا العيشه اللي انا فيها، وكنت بحمد ربنا ودي ظروفي وانا راضيه، وربنا حاططني في مكان انا راضيه بيه، ودول اهلي وانا راضيه بيهم، وده ابويا وانا راضيه بيه وعلى دماغي. بس ده ابويا اسيبه يتبهدل، اسيبه يموت قدام مني، وابويا الاخرس ده انضف من اي واحد شفته في الدنيا، انضف من الدنيا دي كلها. كفايه ان هو بيشيلش هم ولا حد في قلبه لحد، كفايه ان هو مسلم امر ربنا وبيعامل كل الناس بنيته وبيعامل كل الناس على اساس ان هم بيحبوه. انا لو كان ابويا حد تاني انا ما كنتش وصلت للمرحله اللي انا فيها دي. انا هوريكي وانزلك على النت، انا ما كنتش حابه ان انا اعري نفسي كده، ان انا اتكلم كده ولا انزل كده، انا مش طايله حقي، انا مش عارفه اخده، انا مش عارفه اروح لفين ولا اروح لمين. بقالي سنه في معاناه اقسم بالله العلي العظيم. انا لقيت ابويا ممسوك بخشبه كده من 5 رجاله على وشه طخ طخ طخ. انا دخلت وقفت كده في وش اللي بيضرب ابويا، في وش اللي بيضرب ابويا، علشان مثلا ايه يقف يشوفني بنت